في أماكن في العالم مجرد اسمها يخليك تحس إن في حاجة مش طبيعية. أماكن الناس بتعدي جنبها بسرعة من غير ما تبص وراها. ومن أخطر الأماكن دي في ليبيا مكان اسمه حوش الستين، أو زي ما الناس هناك بتسميه بيت الغولة. مكان بيتقال عليه إنه واحد من أخطر وأرعب الأماكن في ليبيا، ومليان قصص وروايات مرعبة. ناس كتير بتحكي إنها حصلت فعلا، مش مجرد خيال. حوش الستين بيقع على بعد حوالي 60 كيلومتر من العاصمة الليبية طرابلس، وبالتحديد في الطريق اللي بيودي للجبل الأسود. هتلاقيه مبنى قديم جدا، بيت من دور واحد، من غير باب، من غير شبابيك، ومن غير أي أساس واضح للحياة. يعني ببساطة بيت مهجور تماما في نص الطريق الصحراوي. والأغرب بقى إن في النهار كل المكان حواليه بيكون منور جدا بضوء الشمس، إلا البيت ده تحس كأن أشعة الشمس نفسها ممنوع إنها تقرب منه. لكن الحقيقة، الرعب الحقيقي بيبدأ لما الليل بيجي. ناس كتير قالت إنها وهي معدية بالعربية على الطريق ده بالليل شافت حاجات غريبة جدا حوالين البيت ده. في واحد بيحكي إنه كان ماشي بعربيته على الطريق ده بالليل رايح طرابلس، وفجأة شاف ست واقفة ومعاها طفل صغير بتشاور له، فوقف ليها. الست قالت له إنها عايزة توصيلة، وهو قال في نفسه أكيد في بيوت وناس عايشة في الصحراء عادي. ولما قرب من حوش الستين، الست قالت له ده بيتي، ونزلت من غير ولا كلمة شكر ولا حتى بصت له. الراجل استغرب جدا، وفجأة سمع صوت خطواتها على الأرض كأنها لابسة حاجة تقيلة زي جزمة حديد. والأغرب من كده إنها دخلت البيت من غير باب ولا شباك. ولما حاول يدور العربية لقاها مش عايزة تشتغل، فقال يدخل يشوف لو حد يساعده جوه البيت. لكن لما دخل ما لقاش الست خالص. وفجأة سمع صوت ست بتصرخ بصوت عالي جدا جوه البيت. الراجل اتخض جدا وطلع يجري بأقصى سرعة. ولما خرج للعربية لقاها اشتغلت عادي جدا كأن مفيش حاجة حصلت. وفي قصة تانية لواحد عربيته عطلت قدام حوش الستين، فاتصل بصاحبه عشان يجي يساعده لأن المكان طريق فاضي وما فيهوش أي حاجة حواليه. فضل مستني وقال ينام شوية قدام البيت لحد ما صاحبه يجي. وفجأة سمع خبط على شباك العربية، ولما بص لقى ست كبيرة في السن قدامه، وقالت له انت بتعمل ايه هنا لوحدك بالليل؟ حكى لها كل حاجة، فقالت له تعالى معايا في خيمة ورا الجبل، ممكن تلاقي حد يساعدك هناك. الراجل فكر شوية وقال يمكن فعلا يساعدوه هناك، ومشي معاها. لكن وهو ماشي بدأ يحس بحاجة غريبة جدا. الست كانت بتتحرك يمين وشمال كأنها مش متزنة، وصوت خطواتها كان زي صوت خبط حوافر حيوان في الأرض. ولما بص على رجليها اتصدم، لقاها رجلين ماعز بحوافر. الراجل من غير تفكير أخد بعضه وجري بأقصى سرعة، والست كانت بتصرخ وراه. ولما وصل للعربية لقاها اشتغلت فورا، وأخد بعضه وهرب من المكان كله. وفي ست بتحكي إنها كانت ماشية هي وجوزها على نفس الطريق، وشافوا أطفال صغيرين بيشاوروا لهم قدام حوش الستين. الست قالت لجوزها تعالى ننزل نشوفهم، يمكن محتاجين مساعدة. فقال لها أطفال مين؟ مفيش حد خالص. ولما بصت تاني ما لقيتش أي حاجة. ولما حكت القصة لست كبيرة في السن قالت لها إنها عارفة الموضوع ده كويس، وإن الأطفال دول بيظهروا كتير للمسافرين على الطريق ده، وكويس إنهم موقفوش. ورغم كل القصص المرعبة دي لسه مفيش إجابة واضحة إيه اللي حصل لحوش الستين. لكن في 3 روايات مشهورة. الرواية الأولى بتقول إن كان في عيلة إيطالية عايشة في البيت ده وقت الاستعمار الإيطالي لليبيا، وإن الثوار الليبيين قتلوهم هناك. لكن الرواية دي ضعيفة ومفيش مصدر موثوق ليها. الرواية التانية بتقول إن كان في عيلة ليبية في فرح، والشرطة الإيطالية هجمتهم وقتلتهم كلهم، وبرضه مفيش دليل قوي عليها. لكن الرواية الأقوى بتقول إن المكان ده اتبنى على أرض مش طبيعية أو عليها حاجة غريبة، وإن أي حد حاول يسكنه أو يستغله ما كانش بيكمل. في شركات كتير حاولت تستفيد من المكان، أولهم شركة إيطالية كانت عايزة تعمل سكة حديد، لكن أول ما آلات الهدم تقرب من البيت كانت بتتعطل. مش آلة واحدة، 3 آلات في نفس الوقت.
ولما حاولوا يهدموه يدوي العمال حسوا بإرهاق شديد جدا، كأن في حاجة بتسحب طاقتهم. وفي مرة قرروا يباتوا جوه البيت، وكانت ليلة مرعبة جدا، صوت خطوات وخبط على الأبواب وصريخ ست وطفل جوه المكان. ولما فتحوا الباب مفيش حد. فضل الصوت طول الليل لحد الساعة 3، وفجأة سمعوا صرخة ست قوية جدا فجريوا فورا من المكان. المشرف اللي كان معاهم اتعرض لعضة كبرى وتسبب له في شلل في إيده، وبعدها العمال رفضوا يرجعوا يشتغلوا هناك. وكل مرة يجيبوا عمال جدد يحصل نفس السيناريو، وحتى في وقت من الأوقات استخدموا المكان كاستراحة للأتوبيسات. لكن السواقين بدأوا يشتكوا إنهم بيسمعوا صراخ ست وطفل جوه البيت، والعربيات نفسها كانت بتعطل قدامه. وبعدين تم إيقاف استخدامه نهائياً. لحد النهاردة حوش ال60 لسه موجود في مكانه زي ما هو، مهجور وساكت لكنه مرعب، والناس لسه بتعدي من جنبه بسرعة من غير ما تبص ناحيته. والسؤال اللي مفيش حد عارف إجابته لحد دلوقتي، إيه اللي جواه فعلا؟ وإزاي مكان واحد يسبب كل الرعب ده؟ يمكن الإجابة عمرها ما هتتقال، ويمكن الأفضل إنها تفضل مجهولة. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، ويلا نوصل ل1000 مشترك عشان أقدم لكم قصص مرعبة أقوى وأخطر من دي. واكتب لي في الكومنتات عايز القصة الجاية عن إيه.